سلام الله على الجميع، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. صليوا كامل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما شفتوا في الصور حنديروا اليوم كعكعات المزيود كما راكم تشوفوا. راح نروحوا مباشره مقادير الوصفه. هنا درت 3 كيلات تاع الفرينه كما راكم تشوفوا. 3 كيلات يكونوا شويه ماشي بومبي مليح، تقدروا ديروا كيلات البومبي وبصح الكيله تاع الليدام فيضوها. ودرت مغرفه تاع لافاني، وعندي زوج مغارف تاع السكر كلاص كما راكم تشاهدوا البنات. هنا البنات راني مسرعه الفيديو باسكو الفيديو طويل بزاف، لو كان نخليه راح يجي اطول مده. هنا انا سرعت معاكم ونعطيكم كامل المقادير كما راكم شفتوا. راح ندير الليدام، عندي السمن وعندي المارغرين. السمن ديت منه 350 والمارغرين 150، المجموع الاجمالي 500 غرام تاع ليدام. وكما شفتوا يكونوا بحراره الغرفه. لازم تجبدوا السمن تاعكم والمارغرين تجبدوهم قبل باش يكونوا غامولي. اذا كان في زمان الشتاء حطوهم كيما الفورنو هكذا برك راح يكونوا تكون الليدام تاعكم يكونوا غامولي كيما شفتوا. شغل لا بومادا كاع تقدروا تحرحروهم هنا ما نذوبوهمش. هذه هي السر تاعها، انكم تذوبوش. راح يجيكم الكعكات ولا العرايش، ولا كاين بزاف ما درت معاكم قبل العرايش كما راكم تشوفوا. راح نبسسهم كامل مع الفرينه. راح نخلط ديك السكر مع الفرينه ندخلهم. وايضا ما تنساوش الرشه تاع الملح، انا درتها معاكم ما ذكرتهاش. رشه تاع الملح لازم. راح نبسس ندخل هذه المارغرين كامل والسمن ندخلهم في الفرينه كما راكم تشوفوا. حرتهم كامل ما بين يديا. درت هذو عندي بزاف ملي خدمتهم، كل مره نقول نحط لكم لي فيديو. عندي بزاف ما حطيتش لي فيديوهات مع الاطفال يقراو وكنت زيدت. هذه هي الوقت تاع دركا، النهار يفوت بالخف. هنا كما راكم تشوفوا راني حرتت فيهم. نمسحهم كامل بيديا. راح ندير الماء يكون شويه دافي، ما يكونش بارد من الحنفيه، يكون شويه دافي. ومع المزهر ماء ومزهر، ولا ديروا العطر المزهر هذاك الليكيد. شوفوا كيلت الماء والمزهر نفس الكيله. قادره تديكم كيله كامله. كاينه الفرينه البنات تشرب، كاينه اللي ما تشربش كما قلت لكم وعودتكم. شوفوا كيفاش راني ندخل في الماء، نعجن فيها غير بصبعتيه ما تدلكوهاش. كما راكم تشاهدوا البنات يعني غير تبان لكم هكذا باللي راها راها فيها الماء باسكو بسه، تبان لكم باللي خلاص مشمخه. من بعدك تخدموا بها تبان لكم ناشفه كما راكم تشوفوا. ديروا الماء بشويه ودخلوه، ما تلوحوش الماء ضربه واحده، ديروا بشويه بشويه حتى تكملوا لاباط نتاعكم كما راكم تشاهدوا البنات. هنا سمحوا لي البنات راني مسرعه الفيديو كما راكم تشوفوا. كي راني مسرعته ما يبانلكمش راني نعجن فيه كما راكم تشوفوا. راني نقطع في العجينه كما راكم تشوفوا غير بصباعتي، نعجن فيها غير بصباعتي البنات هكا حتى نعرف باللي خلاص العجينه هذيك شربت الماء وما تحتاج الماء بزياده. البنات ما تدخنوهاش بالماء كما راكم تشوفوا، تعجنوها كما شفتوا. ندير فيها غير بصباعتي هكذا ونعرف ونحبس ونشوفها. كي يدخل هذاك الماء كامل نعرفها. بتعرفوها بيديكم هكذا اسكو تحتاج الماء ولا ما تحتاج. وشوفوا كيفاش ندير العجينه. كما وريت لكم شغل هكا نكسرها. اذا كانت تكسر راها مازال محتاجه، اذا كانت كما شفتوني دركا. انا البنات راني مسرعه الفيديو بزاف باسكو الفيديو جا طويل. صورت معاكم كامل المراحل. هنايا شوفوا الكيله ما درتهاش كامل، بقات لي هذيك. راح نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. وراح نروح
روحوا البنات بجهه من جهه اخرى حنحضروا الحشو تاعنا. وفي زوج خدمتهم هكذا في الليل وصباح نخدمهم، ولا تخدموهم صباح في الليل تخدموهم. المهم الاحسن العجينه تاعكم ولا لافاغس لازم يريحوا. هنا عندي اللوز كنت قشرته، ولا تشريو لوز ابيض كما راكم تشوفوا. راح نوزنوا 3 كيلات تاع اللوز، يكونوا مرحيين ما يكونوش خشان، يكونوا مرحيين كيما ديروا الحشوه تاعكم نتاع ما يكونوش خشان بزاف البنات، باش ما تجيكمش الحبه تشرب لكم السكر ويجيكم يابس. درت 3 كيلات تاع اللوز، تقدروا ديروا اللوز ولا السكر كيما حبيتوا البنات. انا درت مبشور تاع القارص ليمون، تحطوا في الزمان شتا كيما هكذا تقبضوا الليمون تاعكم وتبرشروه وديروه في اكياس ولا علب وديروهم في المجمد. كي تعود في الصيف هكذا ولا يكونوا الحلويات بصح يكون الليمون يكون ولا التشينا يكونوا غاليين، من الاحسن تستغلوا الفرصه وتستخدموه وتخبيوه. كيما شفتوا درت مغرفه تاع مارغرين، ومن جهه اخرى راح ندير السيرو هذا ما نلوحش مباشره السكر. كيما شفتوا درت كيله مش معمره تاع السكر، ناقصه دودوه هكذاك من الكيله. وراح ندير المزهر، راح ندير شويه تاع المزهر وشويه تاع الماء في هذاك السكر ونخلط، ما نكثرش. شوفوا كيفاش درت شويه فقط هكا، ونقعد نخلي فيه ماشي مباشره راح نلوحو، نقعد نحرك فيه حتى نحس هذاك السكر ذاب معايا. شوفوا كيفاش ذاب معايا. ومن بعد راح نروح ندخل هذيك المارغرين هكا باش تجيكم الحشوه تجيكم معسله ما تكون مشربه، ما يكونش هذاك السكر يبان فيها، حتجيكم بزاف هايله. جربوا هذه الطريقه نتاع الحشوه، ما ديروش السكر مباشره مع الكاوكاو ولا المكسرات نتاعكم، ديروا هكذا بهذه الطريقه راح تجيكم الحشوه بزاف هايله وتجي معسله. كي طيب الحلوه تاعكم تقعد داخل واش نقول لكم، غير جربوا الوصفه هذه وما تندموش. راح ندخل هذيك كيما شفتوا شغل شاربات وجدتها بلا ما نطيبها، وراح ندخلها نعجن مليح الحشوه تاعي كيما راكم تشوفوا هكذا باش تدخل لك السكر وتدخل باش تجيني ما تجينيش يابسه. نعجنها مليح ومن بعد تشرب معاكم البنات كيما تعرفوا اللوز ولا سورتو الكاوكاو راح يشرب. ما نتخنوهاش بالمزهر البنات كيما راكم تشوفوا، بشويه بشويه نعجنها مليح ونحطها ترتاح. خاطر من بعد كي تحطها ترتاح راح هذيك راح تشرب كامل دوك السوائل. ما تخنوهاش البنات كيما قلت لكم. هنا بعد ما ارتاحوا كيما راكم تشوفوا راح نوزنهم. انا وزنت الحشوه 15 غرام، وزنت على ما اظن 33 غرام تاع العجينه كيما راكم تشوفوا. انا ما بانش معاكم مليح الميزان. 15 غرام وزنت الحشوه هكا بتجيكم. تقدروا توصلوا حتى ل 20 غرام البنات. انا ما حبيتش نكثر باسكو ما كانش عندي لافاغس بزاف وكانت غير ليا للدار معليهش. تقدروا تعود عندكم هكا زبونه ولا وتعود حبه الحلوه تاعها تكون مليحه ديروا لها حتى 20 غرام. ما حتى 15 غرام راح تكون الحشوه يعني مليحه وجا بزاف هايل. جات بزاف هايله الكعكات هذو كيما راكم تشاهدوا البنات. وزنتها 33 غرام العجينه، تقدروا 35 غرام حتى حسب الحبه تاعكم. انا الحبه تاعي حبات بك هذوك اللي كيس اللي خدمت فيهم. كاينين الكيسات هذوك تاع الحديد هذوك جايين حباتهم يجيو ملاح هكا ماشي كبار بزاف. مي كاين تاع الليمون تاع السيليكون اللي فيه 8 يجيو حبات صغار ومتحوفين يجاو بزاف هايلين ثاني هذوك. يعني كل واحد كيفاش يحب. تقدروا كي تعودوا ديروا في المول تاع السيليكون ديروا 30 غرام 28 غرام تاع العجينه، والحشو يبقى كيما راه 15 غرام هكذا. كيما شفتوا فتحت العجينه هكا نفتحها باش تجيني الكعكات تاعي مورقه. كيما راكم نضغط شويه على العجينه ونلويها كيما كنا نسكرها كيما شفتوا. بعد نلويها راح تكون بجهه يكون خارج فيها الحشو وجهه اخرى تكون مفتوحه باش كيما راكم تشوفوا راح
تكيلوها اللي يحب يكيل هكذا باش تكون الحبات تاعكم سوا. شفتوا كيفاش درت حوالي 18 15. هذيك المسطره فيها 20 سنتيمتر. حتوصلوا حتى 18 15 في الطول تاعها. اللي يحب قلت لكم اللي يحب يكيل الطول تاعها هكا باش تجيكم الحبات سورتو المبتدئات. راح تجيكم العمليه دي بزاف سهله. ما تخوفوش من الحلويات التقليديه. انايا نحب الحلويات التقليديه احسن من الحلويات العصريه. الحلويات التقليديه تقدروا تخدموها هكذا ما فيهاش خدمه بزاف. من الحلويات العصريه فيها الخدمه، فيها الكلاصاج، التزيين، فيها حوايج بزاف يعني راح يديو الوقت. هنايا كنت وجدت ايضا، كنت وجدت قبل هذا كنت وجدت التزيين تاعو درتو بعجينه السكر. راني وريت معكم بديت معكم بالمرحله هذه. بعد نروح للمرحله تاع التزيين. كنت وجدته بعجينه السكر تخليهم تخدموهم وتخليهم تقدروا تخدموهم بنهار بنهارين. تقدروا تخليوهم في علبه بوقت هكذا يقعد واحد ما عندوش الوقت. شوفوا كيفاش طابوا معايا البنات. كاينين الحبيبات خدمتهم هذو خدمتهم بالمول تاع السيليكون، واخرين خدمتهم بالمول عادي. مول تاع 8 هذاك فيه 8 تاع السيليكون. هنا راح نروح نوجد الطليه. كيما شفتوا عندي كيله تاع الزيت، كيله تاع المزهر، كيله تاع الحليب نفس الكيله كامل. وعندي هنايا عندي ربع كيله نتاع القارص والليمون. راح نخلطهم. كيما شفتوا انا الطليه تاعي ما نستعملش فيها البيض. انا الطليه انا العاف البيض تكون هكا في الطليه ما ناكلوش. هنايا غلطت غلطه انا درت الملون الابيض بلا ما نصفيه. درت غير شويه وحبست. لازم تصفيوه البنات باسكو فيه هذوك تجي فيها هذوك الكعابر هكذا لازم تصفيوه. شوفوا كيفاش تصفيوه هكذا باش ما تجيكمش تجيكم الطلقه تاعكم ليس ما تجيش فيكم. تقدروا هكا انا هكذا نقدر نصفيهم بعد نعاود ندير له السكر هكا ما تجينيش فيه حتى حاجه. ونبدا نخدم الطريه تاعي. ضفت الشكاره الاولى تاع السكر. انا استخدمت فيه هذا على ما اظن 3 اكياس ولا دوك شفتوا شحال كيس استخدمت. انا حبيت نحط لكم المقادير بالضبط باش تعرفوا الحبات هذو. نسيت شحال جابت لي حبه يعني ماشي بزاف. مي بصح كميه مليحه. راح نحط لكم ان شاء الله في التعليقات نحط لكم شحال حبه الكميه هذه تاع عطاتني نتاع الفرينه ولا الحشوه عفوا الطاليه ولا نعطيكم شحال كيس تاع السكر ونعطيكم شحال دات لي حبه تاع لخاطر كي درت الطاليه ودرت الكعكات تاعي خدمتهم درت حسب الطليه كيما ما درتش طليه بزاف. فهمتوني البنات؟ انا راني شويه يعني خلطت الهضره. ما درتش كيما قلت لكم الطليه ما كثرتش. درت حساب الحبات تاع بقات لي غير شويه كنت لصقت بها التزيين تاعي. راح نخدم بيديا. كاين اللي يخدموا بالخلاط تقدروا تستخدموا البيترا تخدموا به. مي انا ما نحب نستخدم الطليه بيديا احسن. كاين اللي يقول لكم استخدموا شويه يديك خدمي فوي. لا انا بالنسبه ليا الطليه نخدمها بيديا. نعرف كيفاش نخدمها. كاينين اللي يحبوا يديروا يعجنوها بعد يضيفوا يعجنوها نديروا بعد يضيفوا المكونات السائله. انا العكس ندير المواد السائله بعد نضيف السكر حتى نلحق القوام اللي حبيته انايا. راح تكون طليه ماهيش ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه باش كي نحطوا الحبيبه ما تقعدش عريانه. كيما راكم تشوفوني نخبط فيها. انا راني مسرعه الفيديو ماهوش يبان معاكم مليح البنات باسكو جا طويل بزاف صورت كل المراحل هكذا باش يبان لكم. هنايا خليته ريح غطيتها خليتها ريحت وشتو كيف خرجت الفقاعات تاعها. حنخبطها ومن بعد نعاود نخلطها مليح وبعد نطلي بها كيما راكم تشوفوا. هنا كل واحد كيفاش يطلي. كاين اللي يحط على فرشات كاين اللي يحط اداه كيما هكذا كاين اللي يغمس فيها وكاينه الطريقه ثاني بزاف بخاتيك راح نعود نديرها.
بس كملت بها الحبيبات تاوعي. كنت درت الطاليه دي في لابوش ووزعتها، بس كان عندي شباك غير صغير، هذا حبيت نشري شباك كبير باش نحط عليه مباشرة، نحطهم كامل، وكي تستخدموا لابوش هذيك مباشرة تفرغوا فيها، راح تجيكم الخدمة بزاف سهلة. هنا كي تخبطوا الحبيبات تاعكم ما تنساوش بلي الحبيبات تاعنا راهم هشين، كي تخبطوهم هكذا راح يهبطوا الفوتات نتاعها. شوفوا كيفاش هبطت لي الفوتات في الطاليه هذيك كلها، رفدتها رميتها ساحت من هنا. هنا درت شويه ملون ازرق كيما راكم شفتوا، عطاني واحد الكولير بزاف هايل. درت غير شويه، درت حبيبات هكذا، كنت حبيت نديرهم كامل بالكولير داك الازرق ونسيت، حتى عدت في الاخير وبعد فكرت. انا هذا هما اللي استخدمتهم كيما راكم شفتوا. استعملت الملون، ولا تشريهم ولا تشريو عجينه السكر ملونه. انا شريت يعني عجينه السكر ملونه، ملونتش انا، كنت جريت الزرقاء وشريت البيضاء وشريت الحمراء، وهذيك الصفرة كنت لونتها بالناكخي الذهبي فقط. حبيت ندير بها النجوم هذوك الهلال، التزيين تاع المولود تاع المزيود ولا المولود كل واحد كيفاش يقول. ومن بعد كيما شفتوا نبرزوا الشكل تاعهم، هما جاو بلا شي، بلا ما ندير لهم الناكخي. شفتوا كيفاش جاو اللون تاعهم جاو لماعين. انا زيد حبيت نبرز الشكل تاعهم. هذو الحبيبات شوف كي جاو صغار كيوت، درتهم في ليمول تاع السيليكون. هذو جاو صغار كيما راكم تشوفوا، جاو ماشي صغار بزاف بصح جاو ملاح عجبوني. هنا هذو رحت المرحله الاولى اللي استخدمتها، كنت لونت وجدت هذوك السحابات كيما راكم تشوفوا، النجوم وناكخي. درت ناكخي كيما قلت لكم ذهبي، ضفت له شويه تاع مزهر ولا تقدروا تضيفوا الماء نتاعو. انا بس ما نخدمش الحلويات للناس، ما نشريش هذاك الماء نتاعو. لو كان جيت نخدم للناس هكذا نقدر نشري الماء تاعو باش نخلطه، السائل تاعو ولا الزيت تاعو كل واحد كيفاش يقولوا. لو كان نشريه نخليه هكاك ويروح اللادا تاعو يخسر فقط، مانيش راح نستخدمه بزاف. على بالي استعملت في ذاك الناكخي الذهبي، استعملت غير شويه من الزهر ولا شويه تاع الزيت، كل واحد كلشي يدير هكذا، وراح نلون به وراح تنشف معاكم. ما تخافوهاش تنشف، تخليوها باك تنشف، راح ينشف هذاك الملون كيما راكم تشوفوا. هنا كنت حبيت نسمي بوليدي كل مره واش نسميه. هذوك كاينه حلوه اخرى درت بزاف اسامي، وهنا درت اسم واحد، درت الياس، فينالمو سميتو الياس. ربي يحفظه ان شاء الله، وربي يعمر حجر كل واحد محروم يا ربي بالذريه الصالحه. كما راكم تشوفوا ندير في عجينه السكر. هذه عجينه السكر راني خليتها تشوفوها معايا، اي مليحه لا مارك هذه بزاف هايله، شويه كبيره فيها 500 غرام على ما اظن. تزينوا بها كيما شفتوا تاع لي طارت، انا درت بها التزيين بزاف ساعدتني مليحه. انا كما كنتم تشوفوا نستخدم في سكر كلاصي باش ما تلصقش معايا، نستخدم بيديا هكذا ونحطهم كما راكم تشوفوا البنات. يعني طريقه بزاف سهله، يعني بصح تخدموهم يديو الوقت، يديو معاكم الوقت ويتعبوكم. انا تعبت بزاف. انا حبيت نبرز الشكل ايضا، درت ناخي فضي وراح ندير ناخي الذهبي كما شفتوا. درت هذه تاع الاسامي، درت الحروف والله، وحطيت شويه في الطبسي كما كتبت الاسم كما راكم تشوفوا. غمستها في ذاك الناكخي وبديت نبدا نكتب في الاسامي. هنا عجينه السكر بقات لي شويه راني نخدم بها كما راكم تشوفوا نركب. انا درت بالتزيينات بزاف كما راكم تشوفوا، باسكو ليا ما تمشي يعني زعما الناس كل وحده كيفاش تحب. يعني انا درت تزيينات اللي عندي، درت اشكال مختلفه، درت هكا تجيني الحلوه تاعي ملونه. يعني عجبوني كامل الاشكال، يعني اشكال هكا تاع المزيوت تاع يعني بزاف هايلين تاعي واش تخيري. كيما شفتوا درت بيبرو، درت الغونيير، درت السحابه هذوك النجوم، يعني الهلال، درت بزاف اشكال وجاو بزاف هايلين البنات، يعني عجبوهم كامل كيما راكم تشوفوا.
تستخدموا هكا تخليو شويه من عفوا عجينه السكر هذيك، عفوا مش عجينه السكر، طليه البنات راني نخلط في الهضره. تستخدموا الطليه وتركبوها تخليهم هكا ينشفوا، ومن بعد ديروهم في الكيزات، ديروهم في البواطات مباشره. اذا كان تحطوهم في البواطات، اذا كنتي حتخبيوهم في العلبه البلاستيكيه هكا تخبيوهم مباشره بلا ما تستخدموا الكيسات، حينشفوا لكم هكا باش يقعدوا. شوفوا كيف جاو معانا بزاف هايلين، يعني اشكال يسخفوا كامل. انا كنت مسرعه الفيديو. انا نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه وتجربوها البنات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات لاحقه. مع الف سلامه.